طبعا صباح الخير. قعدنا ولا نشرب القهوة وقرينا أول تعليق. خلينا نرد شوية شوية. هنا يقول طبعا ما دام انتي تعملين بالأفلام يعني عادي أي شخص ينام وياك حتى لو بالشارع. راح أردك. تمام. أولا هذه الفكرة مالتك هذه فكرة غلط، هذه فكرة خاطئة. أني أعمل بمجال صناعة الأفلام، بنفس الوقت أني أخرج، مو بس مع شركات أمثل. أني مسوية لنفسي شركة صغيرة، وأني أجيب الممثلين، وأني أسوي السيناريوهات، وأني أعمل، وأني أتفق ويا الممثلين. لا هو دا يسوي وياي ودا ينطيني فلوس، ولا مني أسوي شركة ينطوني فلوس، لكن هم ما دا يستمتعون وياي، هم دا يبيعون الأفلام. ثانيا أو ثالثا، أني إذا اليوم شخص انعجب بيه وأني ما معجبة بيه، أني ما أخليه يلمس شعره من عندي. مو عيب ولا حرام، لكن فقط إنه مو رغبتي، لكن أحترم شغلي وأحترم عملي. وبنفس الوقت إذا شخص أني معجبة بيه وهو يحترم عملي، هو يحترمني كممثلة وكصاحبة محتوى وكإنسانة تعمل، ما عندي مشكلة أنام وياه إذا كنت معجبة بيه جنسيا. لكن إذا كنت ما معجبة بيه وبنفس الوقت يريد يمارس وياي بالغصب أو بفلوس، وهو ما معترف بعملي وبشغلي وما محترمه، صدقني لو ينطيني ملايين ما أخليه يتقرب علي، صدقني، إلا إذا كان محترم الوظيفة مالتي. وثانيا أو رابعا أو ثالثا، أنا مو أي شخص مهووسة بيه وأروح أنام وياه. لا، أنتوا فاهمين الموضوع كله غلط بغلط بغلط بغلط. أنا إذا شخص ما معجبة بيه وحبيته ما أخليه يلمسني. تمام. أنا كانت علاقة ويا شخص، طبعا ما قايلة منه أو كذا، من شي 4 أشهر 5 أشهر بقيت وياه، وهو يعرف ما عندي حلقة شي ثاني ويا غيره. ليش؟ أنا معجبة فقط بيه. أنا مو إنسانة حيالة أو عندي وجهين. وأنا حتى أحترم العاملات بالجنس، بس مجالي هو أصلا يختلف. وشوف، خل أضيف لك شغلة، أنا كل من ضد المهنة مالتي وضد الوظيفة وما يحترمها، حتى لو كان صديقي المقرب أتركه وما أقول عنه صديقي إذا ما يحترم عملي ووظيفتي. لكن أنتوا فكرة غلط إنه عبالكم اللي تشتغل بهذا المجال إنه هي تنام ويا أي شخص وتمارس وياه. لا، أوعك أبدا. اللي يحترم وظيفتي وأكون معجب، وإذا أنا انعجبت بشخص جنسيا مو عيب، المرة تنعجب وتمارس وتسوي. إذا انعجبت بيه جنسيا وهو ما محترم شغلي، ما أنظر بوجهه ثانية واحدة ولا أشيله من أرضه أبدا. أنا إنسانة كلش حدية بمجالي، أنا كلش أحترم مهنتي، كلش أحترم شغلي، عملي كلش أحترمه. شو تقول عليه؟ إيش تحكي عليه؟ إيش تنعت العمل مالتي؟ إيش تتكلم على وظيفتي؟ هذا شيء خاص بيك. وظيفتي هي اللي تخصني وأحترمها. جسدي أنا حرة. إذا شخص أنا معجبة بيه، هو راغبني وأنا راغبته، أمارس وياه وأنام وياه وأستمتع وقدام أي حدا، وما أنكر هذا الشيء. لكن إذا أنا ما راغبته ويستنقص من مهنتي ويريد يمارس وياه، قلت لك لو الدنيا تحترق ما أشيله من أرضه ولا أعبره. تمام؟ فلا تفكرون إنه اللي تمثل وتشتغل الشغل اللي أنا أشتغله أو أنا كشخصيا تفكروها ويا أي واحد وكل ساعة واحد. هاي أنتوا تفكيركم مهووسين، تفكرون اللي تعمل كلها أمراض وكلها هاي أنتوا تحطون سيناريوهات بعقلكم، ما أعرف من تجيبوها. الدين عاميكم عمي.